اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جبت لكم حاجه حلوه، الحل الوحيد والسريع لجوع اخر الليل. دي اللي بتنفعني يا جماعه في الشتاء، في جوع اخر الليل، الشعريه باللبن. عايزه اقول لكم في 3 دقايق بالظبط بكون محضراها. جبت حله، سخنت فيها معلقه سمنه بلدي او زبده يكون نوع حلو، ونزلت بكوبايه شعريه او نص باكت شعريه. الباكت 400 جرام تقريبا، انا خدت نصه. وهنزل بقى احمر الشعريه. اهم حاجه وانتي بتحمري الشعريه تخلي بالك اوعي تولعي عليها البوتاجاز وتروحي تعملي حاجه، عشان بتتحرق بسرعه جدا وبتاخد لون بسرعه جدا. التقليب تقليب تقليب كده، بتاخدش تحمير 3 4 دقايق بتكون بتحمره. بعد كده ما تاخد اللون الاشقر الجميل ده، هنزل بنص كوبايه سكر وشويه فانيليا كده حلوين، فانيليا باودر. يعني كوبايه الشعريه اخد مني قد ايه؟ نص كوبايه سكر. لازم تظبطي السكر، لو السكر مش مظبوط مش هتبقى حلوه خالص. ماشي. نزلت بايه بقى؟ نص لتر لبن. انا بسويها في اللبن مش بسويها في الميه، لان هي ما بتاخدش اساسا وقت، فمش محتاجه ان انا احط لها ميه، ده هما غلوتين بس وبتكون جاهزه. طب حطيت ايه تاني؟ معلقه سمنه بلدي كبيره او زبده، كوبايه شعريه، نص كوبايه سكر، شويه فانيليا باودر. بلاش فانيليا سايله في النوع ده، الفانيليا الباودر بتكون احلى. بس يا ستي، اهم حاجه ما تغطيهاش عشان اللبن هيفور. واهم حاجه تحمري الشعريه تاخد لون حلو، وتسيبيها تغلي غلوتين 3 بالظبط، بتكون بقت جاهزه. وشم الريحه بقى وشوفي الجمال، ريحتها بتفضل في البيت لتاني يوم من جمالها. اللي رايح واللي طالع واللي نازل، انتي عامله حاجه حلوه. ايه ده؟ في حاجه ريحتها حلوه قوي في البيت رغم بساطتها وسهولتها. يعني احلى حاجه رجوع اخر الليل بصراحه في الشتاء هي والبليله والسحلب والحاجات الجميله دي اللي بتسد جوعنا في الشتاء بصراحه. عندك مكسرات حطي، عندك فص مستكه يكون نوع حلو، المستكه الاصليه اطحنيه وحطيه، ما عندكيش مش مشكله. انا بقى كنت عندي مكسرات وكنت عايزه احط، بس ولادي بيحرموني احط مكسرات على حاجه، حطيت جوز هند بس. الوصفه دي بقى انا جايبه لك وصفتين في فيديو لا يتعدى ال5 دقايق، حاجتين حلوين. فيديو النهارده حلو في حلو، حاجتين حلوين في فيديو لا يتعدى ال5 دقايق، بس في افكار حلوه ان شاء الله تستفيدي منها. يا ستي طالع ترند بقاله فتره الكازاندي بيه، الكازاندي بيه وكل الناس عملته. انا بصراحه ما كنتش عارفه اعمله، كنت بقول هيبقى مهلبيه يعني. بس انا بقى كان عندي مهلبيه، كان عندي في الفريزر بشاميل مسكر او بشاميل حلو، فقلت اعمل ايه بيه؟ كازاندي بيه، وطلع تحفه. طعمه كراميل، طعمه كريم كراميل فعلا. طعمه ما يفرقش اي حاجه عن الكريم كراميل اللي احنا بنعمله في البيت. وبدون بيض كمان، ما حطيتلوش بيض نهائي. عايزه اقولك فكره حلوه ان شاء الله ممكن تنفعك. كان عندي بشاميل مسكر في الفريزر، كنت عامله صينيه بطاطا بالبشاميل، والبشاميل ده اتبقى مني، ارميه؟ اكيد لا طبعا، ما بنرميش حاجه، كل حاجه لها فايده عندنا. شلته في علبه في الفريزر لحد لما جه وقته. فالفت انا التأليفه دي من عندي يعني، بس خدت افكار من فكره الكازاندي بيه عشان ما ارميش البشاميل. جبت صينيه حطيت فيها معلقه كبيره مش مليانه سكر عشان اكرمله. ماشي. هكرمل السكر على نار هاديه او نار متوسطه، ما تعليش النار على السكر خالص. هيبتدي يكرمل كده او ياخد لون كده، هبتدي بقى اقلبه ايه بالراحه كده، عشان عايزه كل اللون يكون موحد، عشان الكراميل يبقى مظبوط معايا. خلي بالك ما تقلبوش كتير، ما تقلبوش الا بعد ما ياخد لون الاول شويه، عشان الكراميل ده برضو ممكن يخرز منك، فخلي بالك من الموضوع ده. خلاص السكر اتكرمل واخد كله لون حلو على نار هاديه، اوعي تعلي النار عليه. التركه دي بقى من عندي، دي في قطعه زبده صغيره او ربع معلقه سمنه بلدي. ماشي. بتدي برضو تيست حلو. عندك قطعه زبده يكون نوع حلو حطي، ما عندكيش حطي ربع معلقه سمنه. طبعا البشاميل عليه كل حاجه، دي مجرد اضافات بسيطه يعني. وكم نقطه فانيليا كده عشان نعمل حاجة كده شبه الكريم كراميل بس بدون بيض خالص، وشبه الكازاندي بيه. عندي كام صباع موز كده، قطعتهم كده بالشكل ده ونزلت بيهم على الكراميل. بس يا ستي، اول ما الموز يسخن بس تروحي نازله بايه؟ بالبشاميل المسكر اللي كان عندنا، اللي كان متبقي من البطاطا. انزلي بالبشاميل وسيبيه بقى مع الموز مع الكراميل دقيقتين بس، بحيث ان البشاميل يسخن وكل المكونات الحلوه دي تمتزج مع بعضها. مش هياخد الموضوع كله دقيقتين.
وعملته وقدمته للولاد وقالوا طعمه خطير يا جماعة، قالوا لي ده طعمه زي الكريم كراميل بالظبط، بس بشرط ان هو من غير بيض. اتمنى ان انتي تكوني استفدتي من الفيديو، قدمت لك حاجتين حلوين في فيديو لا يتعدى ال5 دقايق. لو استفدتي فكرة حلوة متنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة.